إيران والعمال الكردستاني يحاولان تحويل جارميان لشنغال الثانية. بعد الهجمات على حقل كرمور الغازي تم تسليط العدسة السياسية على خط شمال كركوك، وبالأخص بعد محاولة الجيش العراقي التوغل في منطقة كرمور وردعه من قبل قوات بشمركة كردستان. وتصدرت المنطقة مشهد الأحداث المتدهورة، وهذا ما سيجعلنا في الأيام القادمة نسمع كثيرا بخط شمال كركوك قادر كرم ومنطقة كرمور الغازية، غير أن التحركات العسكرية كانت قد بدأت قبل الهجمات التي استهدفت كرمور بوقت طويل، وإن كانت شمال برزت كواجهة، غير أن الوجهة التي يجب أن لا تتوارى عن أنظارنا هي جرميان. منذ بداية الألفية الثانية أصبحت منطقة جرميان ذات أهمية قصوى لإيران، وقد ازدادت مطامعها هناك خصوصا في عام 2012 بالتزامن مع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ولكنها واجهت صعوبات جمة في التواجد المباشر في هذه المنطقة، رغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني أيد التواجد الإيراني وشجعه في المنطقة، غير أن الجماهير المتجمعة حول الاتحاد كان محدودا للغاية. كما أدركت إيران جيدا أن ميليشيات الحشد الشعبي لن تحظى بالقبول في المنطقة، وكذلك الجيش العراقي لن يكون محل قبول الشعب هناك، فوظفت إيران البككة كممثل لها في منطقة جرميان لتنفيذ استراتيجيتها، وذلك لإدراكها أن الشعب من الممكن أن يتجمع حول حزب يحمل اسما كرديا ويجمعه بأهل المنطقة قواسم ثقافية مشتركة. من له أدنى إلمام بالخرائط يستطيع رؤية العلاقة التي تربط جرميان بكركوك مخمور موصل ووصولا إلى شنغال، كما ونستطيع ملاحظة أن هذا الخط يصل كردستان سوريا، أي أن جرميان هي المحطة الأولى على أراضي إقليم كردستان ضمن المخطط الإيراني لإكمال الهلال الشيعي. فالبككة سمت هذا الخط الشيعي الإيراني ضمن حدود إقليم كردستان بالمناطق التي يجب ديمقراطيتها، كما تبنت أسبابا سياسية مشتركة مع إيران لتتمركز في هذه المناطق، غير أنه أساسا كانت القوة وراء جلب البككة لهذه المناطق هي إيران. عليه فمقولة الجريلا نحن من حررنا كركوك هي جزء من هذا المخطط والمشروع، فالقوة التي أتت بالجريلا إلى كركوك هي إيران. فقد اقترحت إيران على كبار مسؤولي البككة في قنديل إيران مصطفى قارس ورضا آلتون بتوجه الجريلا إلى كركوك، وأن المناطق التي انتشر فيها الجريلا في كركوك سابقا تم تحديدها من قبل إيران وحسب تعليماتها، كما تمت إدارة المنطقة من جميع نواحيها ومجالاتها من جانب القوات الإيرانية في المنطقة. آنذاك كانت ميليشيات ما تسمى بالحشد الشعبي حديثة العهد، والقوات الخاصة المرتبطة مباشرة بإيران منتشرة بكثرة. فالمشروع الذي بدأ انطلاقا من كركوك داوم لشنغال، والقوة التي أوجدت موطئ قدم للبككة في شنغال هي إيران، وهذا ما وثقته أيضا مصادر معلومات الاتحاد الوطني في مخيم مخمور. فبعد هجوم داعش على مخيم مخمور خصص الاتحاد الوطني منطقة جديدة بالقرب من رانيا لأهالي المخيم. في الجانب الآخر كانت حكومة إقليم كردستان تناقش تخصيص موقع لهم بالقرب من العاصمة أربيل، ورغم وجود مخاطر كبيرة على حياتهم ورفضهم العودة أجبرت قيادة البككة في قنديل أهالي مخمور على العودة إلى مخيمهم القديم بالقوة، وذلك لأهمية موقع المخيم الاستراتيجي حيث يربط بين كركوك والموصل، وبالأخص جبل قراتشوخ المطل على المخمور والذي ينظر إليه كنقطة حدودية فاصلة بين الكرد والعرب. ولهذا ترغب إيران في بقاء قوات البككة في المنطقة، وقطعت وعود للبككة بدمجها في أي قوى رسمية يتم تشكيلها في مخيم مخمور، وأن هذه القوى ستكون قوى رسمية ضمن أطر الحشد الشعبي، كما أنها ستستلم رواتبها من الدولة العراقية. وفعلا تم إرسال العديد من الأسلحة كالدوشكا والبيكيس وغيرها من الأسلحة للمخيم، أي أن إيران تؤيد علنا توسيع خارطة المناطق الخاضعة لنفوذ البككة كقوة عسكرية في إقليم كردستان. وليس هذا فحسب، بل تشركها أيضا في إدارة مشروعها السياسي كمهندس مختص. نستطيع القول بأن البككة تمثل دور حراس الحدود لإيران حول مشروع الهلال الشيعي. فمنذ عام 2014 تمركزت البككة في جامرازان
شمشمال وجرميان وكلار ودوس خورماتو وكفري وقادر كرم وغيرها من المناطق، وتتمتع بعلاقات وتنسيق مشتركين مع ميليشيات الحج الشعبي في غالبية النقاط على خط جرميان، كما تربطها علاقة وتنسيق وثيقين على خط جرميان مع كتائب حزب الله المتطرفة والمنضوية تحت خيمة الحشد، أي أن الصواريخ التي أطلقت مؤخرا على حقل كورمور الغازي من قبل كتائب حزب الله أطلقها حليف البككة، غير أن هذه الكتائب ادعت أن حقل كورمور استهدف من قبل الدولة التركية لتردد البككة كالببغاوات. هذه المعلومات غير الموثقة على وسائل إعلامها. هذه المتاهة المعقدة والمظلمة واللا نظامية من العلاقات مؤشر واضح على وجود تطورات مقلقة للغاية على خط جرميان عموما، وأن المنطقة ستشتعل قريبا وتصبح منطلقا لهجمات عدوانية على إقليم كردستان، وأن هذه المنطقة أي جرميان تسير على الطريق شنغال وستصبح شنغال الثانية، أي أننا ندرك جيدا أن الخيانة التي تمارس في شنغال بحق إقليم كردستان وبدعم وتأييد الحشد الشعبي تخطط في جرميان أيضا وستتكرر هناك. وحسب معلومات موثقة تقوم البككة بتثقيف العديد من الشباب على خط جرميان وتجنيدهم تحت مسمى قوات الحماية الجوهرية، والآن قد ضاعفت من محاولاتها تشكيل وحدات نظامية في هذه المنطقة لدمجها فيما بعد في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي كما فعلت في شنغال. ومن بين المعلومات الواردة وخصوصا في الآونة الأخيرة أنه تم نقل قوات من بنجوين وآسوس نحو كركوك وبالأخص نحو شمشمال بعد هجوم الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي على كركوك في أحداث 16 أكتوبر الخيانية واحتلالها. حاولت هذه القوات احتلال بردي والتقدم صوب كوي والاستيلاء على الخط الرابط بين سليمانية وأربيل، غير أن مقاومة بردي أحبطت هذا المخطط فأجبرت هذه القوات على الانسحاب. وحقيقة هذا المخطط والهجوم كان استهداف كيان إقليم كردستان وإسقاطه وتطبيق نظام المحافظات، إلا أن هذه الأوهام ذهبت أدراج الرياح، فمقاومة بيشمركة كردستان البطولية في ملحمة بردي قضت على كافة مخططات ومؤامرات ومشاريع الأعداء وأجهضتها.